ثاني شيء بالنسبه للدراسه بابا، انتم من رحتوا انتم كلكم رايحين المرحله قادمه، يعني ناجح للمرحله القادمه. اريدك بالصف اللي رحت له تقرا من هسه، تقرا تدخل دورات، خلي اهلك يدخلونك دورات، حتى انت من تبدي المدارس راح تصير مجتهد بهذا الصف مالك، هم بعدين تنجح، نتيجتها تنجح بالمرحله القادمه، حتى مستواك يصير عالي، يعني تفتهم المواد الدراسيه. احنا نريدك بالدراسه متفوق، ما نريدك احنا ما متفوق بالدراسه وبالرياضه متفوق، اريدك باثنين، بالرياضه متفوق، بالملاكمه ومتفوق بالدراسه. لاعبنا نريده هيك. فانتم بابا حتى انتم الصغار وانتم هم ادخل دورات، اقرا لا تفوت لك ساعه، اقرا دائما، اقرا حتى انت السنه الجايه من تبدي هاي السنه الدراسيه الجديده انت بعد جاهز مباشره، انت تتفوق. احنا نريدك متفوق بالدراسه، لاعبنا نريده متفوق بالدراسه، لان احنا باكر عقبه من يصير هو ياخذ شهاده احنا نفتخر به، نقول هذا كان لاعبنا. احنا ما نريد لاعب ما دراسته ضعيفه، يعني بالدراسه ما نريده ضعيف، نريده دوم مجتهد متفوق، مو حتى مو وسط، نريده متفوق مثل اغلبكم انتم متفوقين. واهم شيء ناكد عليه ونروح ونرجع الاخلاق، اخلاقك. احنا ما نريد حتى لاعب يجي واحد مو زين ما نريد نجيبه وياكم، احنا بس العينات المحترمه نجيبها لنا. دير بالكم تنحرفون عن الطريق، دائما خلي اخلاقك قدام عينك، نريدك تتصرف باخلاق هنا وبالشارع وبالبيت، وين ما كانت التربيه والاخلاق هن ذني اللي خلناك محترم بين المجتمع. الاخلاق والاجتهاد بالدراسه والاجتهاد بالرياضه، وما ترافق المو زينين، رفاق السوء، هو هذا لاني تعلم مكانتك. اي سلوك منحرف ياثر عليك ويتعبك انت، تعب اهلك، تعبانين عليك اهلك، تسمع كلام اهلك، لان اهلك ابوك وامك هم الناس اللي يحافظون عليك. اضافه الى احنا جايين ننصحك، المدرب اذا نصحك يعني هذا يحبك ويريد لك الخير. المدرب لازم يكون هو مثل الاب، المدرب اذا ما يكون مثل الاب ولا ما يحافظ على لاعبينه هذا ابد متطفل على التدريب ودخيل على التدريب. المدرب المفروض يحرص على لاعبينه